نقطة الصفر دي أحلى نقطة. ليه؟ من أحد أكتر الأسئلة اللي بتتسأل لي بقالي 2-3 سنين. لؤي أنا ما عنديش أي مهارة في أي حاجة، أنا مش عارف أبدأ منين، أنا محتاج فلوس، محتاج على المدى الطويل يبقى الفلوس دي بتزيد مع الوقت، أعمل إيه؟ نقطة الصفر دي أحلى نقطة. ليه؟ لأنك أنت مش دلوقتي في صراع أنا في كارير كذا وعايز أعمل كارير شيفت لكذا، أنت بتبدأ على نظافة. عندك حل من اتنين. الحل الاولاني، شوف مشكلة موجودة حواليك الناس بتعاني منها وفكر انا ازاي اقدر احل المشكلة دي. عايش في منطقة ما فيهاش مواصلات، عايش في منطقة ما فيهاش خدمات، تقدر تعمل منتج وتبيعه ويسهل حياة الناس. فكر هل في مشكلة؟ لا يا لؤي انا مش عارف اركز، مش عارف في مشكلة ولا لا. قول لي حاجة تانية، سيبك من السكة دي، تعالى سكة تانية أسهل. دلوقتي هتلاقي في بنوك في مصر والشرق الأوسط، بنوك وشركات مالتي ناشونال، الإعلانات بتاعتها معمولة بالذكاء الاصطناعي بالكامل، مفيش بني آدم طالع في الإعلان حقيقي. ده الترند الجاي. الإعلانات اللي احنا هنشوفها بعد كده هتبقى معمولة بالذكاء الاصطناعي، أرخص وأوفر وأسرع وكواليتي أحسن. طيب اتعلم ده ازاي؟ في مليون طريقه تتعلم بيها. خش على اليوتيوب دور، هتلاقي فيديوهات على السوشيال ميديا دور، هتلاقي كورسات مجانيه على كورسيرا، خد الكورسات وابدا نفذ ده بايدك. اغلب الادوات اللي موجوده بتديك كريدت بسيط تجرب بيه، ولو انت عايز تاخد الموضوع لمستوى احترافي بيقول لك خلاص ابدا ادفع. احد اشهر المواقع اللي الناس بتستخدمها عشان تعمل الموضوع ده هيجز فيلد اي اي. تعال اوريك الموقع بسرعه. ده موقع هيجز فيلد، فكرته ان كل حاجه فيه جاهزه. انت عبارة عن بتشد صورة من هنا تحطها هنا. هو عنده قوالب موجودة كتير، انت ممكن تاخد اي واحد من القوالب دي وتستخدمها بسهولة. يعني تعالى اوريك بعض النماذج اللي موجودة من عندهم في الموقع، يعني حاجات معمولة باستخدام الموقع هم منزلينها على الانستجرام. شايف المشاهد تحفة، يعني المشاهد كلها شكلها مشاهد حقيقية جدا، ودي مشاهد ناس عاملاها باستخدام الموقع. كل اللي انت شايفه قدامك ده معمول باستخدام الذكاء الاصطناعي بسهولة جدا باستخدام الموقع. مشاهد مختلفة بحركات كاميرا مختلفة، كل حاجة. الشرق الأوسط بالذات متعطش للموضوع ده، والناس اللي بيعملوا ده قليلين. فرصة، ابدأ، انطلق، ان شاء الله تبقى مصدر دخل كويس. وكالعادة ادعي لي.